بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس يا رب العالمين. مشاهدي الكريم، أحييكم من شبكة سلام الإعلامية، وأتشرف أن أقدم لحضراتكم هذه الحلقة، وهي الحلقة السابعة، ولا نزال نتحدث عن دور خلاوى القرآن الكريم في إريتريا وتثبيتها دعائم وأسس اللغة العربية منذ أن عرفت إريتريا إلى هذا اليوم. وفي الحلقة السابقة عزيزي المستمع والمشاهد الكريم تحدثنا تمهيد عن فضل القرآن الكريم، ويسرنا الآن أن نتناول أسماء الخلاوة التي شهدتها إريتريا في سنواتها السابقات. ولكن دعونا كمدخل نقرأ هذا الحديث عن الحارث الأعوري عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا حديث نبوي شريف، وتحدث فيه عن فضل القرآن الكريم. ومن هنا من عمل به أجر، أولئك الشيوخ الأجلاء الذين عملوا بالقرآن وكانت مهنتهم تعليم القرآن الكريم. الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أكرر التحية والشكر للذين تعاونوا معي فأعطوني أسماء لمشايخ أجلاء في عدد من المدن. وكما قلت في الحلقة السابقة، سأستعرض أسماء الخلاوة التي كانت في عدد من المدن، وهي 13 أو 12 مدينة. وبدأت من أم المدائن مدينة كرن. لماذا أقول أم المدائن مدينة كرن؟ في كرن هذا القرآن الذي نتحدث عنه، وهذه اللغة التي نتحدث بها ولها وعنها. كرن لها باع طويل في هذه اللغة ودعمها. من أشهر الخلاوة في مدينة كرن هي خلوة الشيخ طاهر اللي كانت في عد حباب، وكذلك خلوة الشيخ دريساي. والناس كانوا يقفون على اسم الشيخ،
وخلوة سيدنا آدم، وخلوة الشيخ سعد الدين، وخلوة الشيخ محمد نور، وخلوة سيدنا بلال أشهر خلوة في مدينة كرن، وخلوة شيخ علي. هذا الذي أفادني به كثير من الزملاء اللي اتصلت بهم. نأتي الآن إلى مدينة أسمرة العاصمة. في أسمرة طبعا يأتي خلوة شيخ طعوم. شيخ طعوم كان معروف بهذا الاسم، هو لقبه، لكن كان معروفا بهذا الاسم. أنا ما يحضرني الآن اسمه الحقيقي، لكن هو معروفة خلوته في جزابرهانو شيخ طعوم. واللي واحد يقول لك أنا درست في شيخ طعوم يعني تعرفه هو أزمارينو، يعني هكذا يقولون، يعني مش عشان نقول نحن أزمارينو يعني، لكن يقول لك طالما فلان درس في مدرسة في خلوة شيخ طعوم معناه هو من أسمرة. فكانت دي أشهر خلوة في مدينة أسمرة، وخلوة شيخ صالح في أخرية بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق. بعدينك في خلوة شيخ نور حسين بالقرب من مسجد إمام موسى، وخلوة الشيخة مريم في أبشاول، وكذلك كانت الشيخة مريم كذلك في جزا برهانو. وخلوة شيخ كمال كانت في منطقة مهرامشرة، وخلوة شيخ محمد كمال بالقرب من مسجد فيا جدة اللي هو مسجد خالد بن الوليد، وخلوة شيخ عيسى، وخلوة شيخ مودي، وخلوة الشيخ يحيى، وخلوة الشيخ عبد العليم منصور اللي كانت في أخرية، وخلوة شيخ محمد كمال في منطقة أبشاوي، وخلوة شيخ عبد السلام بالقرب من اندم أحرشة كأنك أنت ماشي لجزا برهانو، وخلوة شيخ محمد في مايتشهوت يعني بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب يعني في جزمندا يعني جزمندا طليان، وخلوة شيخ مصطفى في مايتشهوت، وخلوة معهد أديس ألم اللي كانت فرع من المعهد الدين الإسلامي بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين، والمعهد برضو كان فيه خلوة. دي مجموعة من الخلاوة في مدينة أسمرة. تخيل يعني أكثر من قريب 20 ده اللي، ودي كان في فترة 200 الفترات التي كانت فيها ناخذها من الخمسينات لحد 91. طبعا بعد 91 الأمور كلها تغيرت، لكن هذه الخلاوة جزء كبير منها كان موجود حتى في وجود نظام هيلة سلاسة ونظام الدرك، وإن كان تراجع جزء منها. فدي المدينة رقم 2. نأتي المدينة رقم 3. وأنا حسب ما كنت أسجل كل ما اتصل بواحد أقول له يا أخي أنت قريت وين، أنت من أي منطقة وكذا، من زملائي وأصدقائي الموجودين اللي أعرفهم معي في جزء منهم في الفيسبوك وجزء منهم في الاتصالات العادية الأرقام العادية. فكل من قال لي كده وكنت بسجل هنا. فناجي لحلحل بقوس. في منطقة حلحل على إقليم عنسبة يعني كانت خلوة الشيخ فكي آدم، وخلوة الشيخ سيدنا إدريس مجدوب، وخلوة شيخ عثمان إبراهيم. واحدين كان بدوني اسم الشيخ ووالده. دي من الخلاوة اللي وقفت فيها في منطقة حلحل كما أفاد عدد من الزملاء. نأتي إلى مدينة جندع. وأنا ماشي مرات نجي من كرن، طلعنا أسمرة وبعدين هسي مشينا حلحل، وهسي حنمشي لجندع، حنرجع تاني لأسمرة. يعني في مدينة جندع كان فيها خلاوة كثيرة ما شاء الله. وطبعا عارفين انه حتى في حلحل كان برضه في خلاوة كثيرة، لكن احنا قاعد نجيب نماذج او الاسماء التي استطعنا ان نجمعها. حتى في مدينة كرن طبعا الكرنيون ربما الان يقول يا راجل وين يا اخي كرن دي كانت تعج
وأنا قلت كرن هي مدينة القرآن ومدينة المعاهد ومدينة اللغة العربية، ويكفي أنها كرن زي ما قال الشاعر: كرنت عجي مسكب أبوي وأماتشي، كرنت كرن مدر مرانت وسبئنت وحبن. ومرانت وسبئنت وحبن طبعا يعني وصف بليغ، مرانت وسبئنت وحبن. أنا ما دار اجتهد هسي لأنه في اللغة ذاتها، لغة التجريت لغة عميقة ولغة بليغة يعني. ولذلك ويكفي الرابطة الإسلامية وكل التحركات اللي كانت موجودة. يمكن أول مظاهرة شهدتها إريتريا ضد الاستعمار كانت مدينة كرن، قبل المظاهرة الشهيرة في مدينة أسمرة. وكرن فيها ما فيها. اللهم احفظ آل كرن واحفظ كل المدن الإريترية. وكرن نعرف تلك الهجمة الشرسة من هذه الطغمة الحاكمة، كيف استهدفت مدينة كرن وعلماءها وشيوخها ومعلميها وأساتذتها في ليلة واحدة. كان الهدف مقصود القضاء على هذه اللغة العربية واستهداف الإسلام بشكل مباشر. نحن لا بد أن نقول الحقيقة حتى لو كانت مرة. مدينة جندع، المدينة الوادعة، مدينة الجميلة، مدينة الهواء النقي، المدينة التي كانت في يوم من الأيام يعني كثير من الأمراض الدكتور يقول لك أمشي مدينة جندع، أقعد في بونرسبيرو في الحتة العالية أيام وليالي تشفى. والله كانت مدينة الهواء العليل ومدينة وهي مدينة الشعر والفن والجمال وما إلى ذلك. كانت تعج كذلك هذه المدينة بخلاوة القرآن الكريم، وربما في ذلك سر من أسرارها. من الخلاوة المشهورة في مدينة جندع خلوة الشيخ إبراهيم، وخلوة الشيخ عثمان فاقر، وخلوة الأستاذ صالح مالك، وخلوة الشيخ سليمان، وخلوة الشيخ محمد حليبو، وخلوة الشيخ إسماعيل، وخلوة الشيخ عمر مودوي اللي كان مدير معهد جندع في يوم من الأيام، وخلوة الشيخ محمد، وخلوة الشيخ طاهر، وخلوة الشيخ أبو بكر، وخلوة الشيخ محمد برضو واحدة تانية، وخلوة الشيخ ياسين، وخلوة الشيخ رمضان، وخلوة الشيخ عمر بارداي ولا بارداي يبدو لي، عفوا سامحونا إذا غلطنا. هذه مجموعة من الخلاوة كانت تعج بها مدينة جندع، مدينة صغيرة. فيمكن أنا ذكرت قريب أكثر من 10 إن لم يكن 12. هذا الذي وقفنا عليه. وفي مدينة أسمر ذكرنا، وبرضو عدد هائل كبير لم نذكره بعد. في مصوع حسب ما اتصلت ولقيت من الإخوة الزملاء، وأحيي أهلنا وأحبابنا في مدينة مصوع بوابة الإسلام إلى إريتريا، وأكن كل تقدير واحترام لأهلي وأحبابي في مصوع. وفي ذات الوقت أعلم دور وتفاني أبناء هذه المدينة في نشر الدين ونشر التعليم وحتى نشر الكفاح، أي دعم الكفاح المسلح. من مدينة مصوع أفادني الزملاء كانت أشهر خلوة هي خلوة سيدنا شيخ إدريس ود الشيخ حامد، هذه أشهر خلوة كانت في مدينة مصوع. وخلوة شيخ محمد نور برضو دي خلوة مشهورة في مدينة مصوع. دي الخلوتين اللي وقفت عليها
من خلال إفادات عدد من الزملاء. وأنا حقيقة يعني حبيت أقدم نماذج للخلاوة في عدد من المدن الإريترية حتى يتبين لنا أنه كيف يعني ساهمت هذه الخلاوة في تعلق الناس بلغتهم اللغة العربية، وتعلم والتعرف على قيم الإسلام، وفي نفس الوقت برضو خلت اللغة العربية لغة راسخة في المجتمع الإريتري. في مدينة عدخالة على إقليم سراية بالتسمية التي نعرفها بالقرب من مدينة مندفر، يعني بنلاقي خلوة الشيخ حبيب. كان مؤذنا وصوته، قال وصلني إنه معلومة، كان صوته جميل، يعني فيه جمال ما بعده جمال صوته، إلى درجة إنه الإخوة المسيحيين حافظين الآذان قالوا لي والله هكذا أفاد كثير من الناس. والشكر الذي أفاد، أنا ما داير أقول فلان قال لي وفلان أفادني كده، لأنه كتارهم عشان ما أذكر اسم وبعدين يسقط اسم، لكن لكم الشكر الجزيل، وإن شاء الله شكركم واصل وحسناتكم واصلة لشيوخكم. وفي خلوة الشيخ حمدي أو حمدي، ده في منطقة عدخالة. نأتي إلى مدينة غردات، وهران إريتريا كما يسميها ناسا. مدينة غردات كذلك كانت تعج بعدد كبير من الخلاوة للقرآن الكريم بما فيها المعهد. طبعا في عدد من المدن الإريترية كان هنالك المعاهد المشهورة، مثلا في أسمرة، في جندع، في كرن، وفي أغردات، وأعتقد برضو في بدة كما سنرى، وفي أفعبت ما أعتقد، لكن دي المناطق أنا أتذكر أنه كان فيها معاهد. نأتي إلى مدينة أغردات. أشهر خلوة في مدينة أغردات كانت خلوة سيدنا خليل. فخلوة سيدنا خليل دي كانت خلوة مشهورة. هذه الخلوة كانت في حوش سيدي، كنا بنسميه الحوش التابع للمراغنة. ففي حوش سيدي كان الحوش طبعا عبارة عن قصر يعني فيه ما فيه. أنا يوم من الأيام إن شاء الله ممكن نجي نتحدث عن بعض المراكز كيف كانت تبدو، وكيف كان الناس يلهجون بالقرآن الكريم. فاستمر سيدنا خليل في هذا الحوش إلى أن جينا في يوم من الأيام، طبعا الجمعة، الخميس والجمعة كانت الإجازة، فجينا السبت في واحدة من السبوت، فوجدنا إنه الطور سراويت يقول لنا أرجعوا، وبعدين عرفنا إنه عملوه معسكر للجيش. هذا الكلام تقريبا سنة أعتقد إن لم أكن مخطئ 74، يعني قبل يوم الأحد الأسود بعام تقريبا. فانتقلت الخلوة مباشرة إلى خليفة قبريس، سوري، خليفة هبتيس، عفوا، أخونا عبد القادر هبتيس المعانا. خليفة هبتيس معروف، يعني ما يزعل مننا، عفوا حبيبنا العزيز. فكانت البيت بتاعت خليفة هبتيس وراء الحوش، وكان خليفة طبعا وطوالي نقل الخلوة وله الأجر الكبير. فنقلنا إلى بيت ناس أخونا عبد القادر هبتيس، وحييه في مدينة ميلبورن معنا. فقعدنا هناك فترة شوية، وكانت فترة زاهرة، يعني يمكن الوقت ذاك يعني أنا أتذكر حتى السورة اللي كنت فيها وأنا لازلت طفلا ساعتها. فكنت في سورة التوبة والأنفال. والله كلما وصلت وأنا أقرأ إلى سورة التوبة والأنفال أتذكر ذلك المكان. يعني كان مكان صغير كده، وحوش ما شاء الله، وتبة هنا يعني المهم كان، يعني يمكن الحوش كان حوش واسع وكنا نقعد في حتة واحدة، لكن هناك كانت فيه منعطفات، ويمكن استهوتني الحتة.
فأذكر والله، وكنا عدد كبير، يعني احنا كنا نجي من أهل السودان لحد هناك يعني. فهي مسافة شوية، مع أنه كان في خلاوة جنبنا كثيرة في أهل السودان، لكن احنا كنا نمشي هناك. فقعدنا في بيت خليفة هبتيس رحمة الله عليه، ثم انتقلت الخلوة إلى بيت سيدنا خليل في أهل السودان. استمرت هناك الخلوة إلى أن جاءت يوم الأحد الأسود، فتفرق الناس أيدي سبع، بما فيهم شيخنا ربنا يديه الصحة والعافية المقيم في مدينة كسل اليوم، فدخل إلى مدينة كسل ومع أحبابه الختمية حتى الآن في مسجد السيد الحسن في الختمية في كسل. فسيدنا خليل ده تخرجوا على يده أعداد هائلة من مدينة أغرداد في جيلنا والجيل اللي بعدنا وقبلنا. ثم خلوة سيدنا عثمان، خلوة سيدنا عثمان دي كانت برضه في حل السودان. هذه الخلوة نحن لحقنا بسيدنا عثمان، وقبليه كان فيها الشيخ شمسان. شيخ شمسان ده درس عليه أخونا محمد الشيخ، وأخونا برضه أري حدثني أنه درس في هذه الخلوة، وهو كان رجلا من أصل يمني رحمة الله عليه. توفي بعد فترة أعتقد، لكن ساب الخلوة لسبب ما بعرف. وهؤلاء الشيوخ كلهم أعتقد الشيخ عثمان، الشيخ عثمان لما انتقلت من شيخ شمسان انتقلت إلى الشيخ عثمان. نحن لحقنا في الشيخ، أنا وعيت على أنه الشيخ عثمان لما استلمها، لكن محمد أخونا بيقول إنه درس في خلوة شيخ شمسان اللي هي انتقلت إلى شيخ عثمان. وهناك الخلوة المشهورة في حل الجبر في منزل الخليفة عبد الرقيب رحمة الله عليه. برضو يعني الشيخ كان غير الخليفة عبد الرقيب، لكن الخلوة كانت معروفة بخلوة عبد الرقيب فيما أظن. وفي خلوة سيدنا بدر أيضا هو رجل يمني من أصل يمني، لكن برضو من سكان ومن أبناء مدينة أغرداد. وكانت خلوة مشهورة كذلك في مدينة أغرداد خلوة سيدنا عقبة، برضو دي خلوة مشهورة وتخرجوا منا أعداد هائلة. خلوة سيدنا بدر معظمهم كانوا اليمنيين، اللي يعني آبائهم يمنيين وبتاع، ما أبناء غردات هم لكن من أصول يمنية في الغالب يعني، لكن كانوا معاهم برضو غير أخواننا اليمنيين، هم إريتريين يعني، لكن بس نحن نقول الأصول يعني. وكانت الخلوة المشهورة كذلك يعني كانوا يعني كان عنده أسلوب معين اللي هو منزل سيدنا الحسين رحمة الله عليه، إمام ومسجد المسجد الكبير في أغرداد. سيدنا الحسين رحمة الله عليه خطيب وإمام المسجد، كان عنده خلوة في بيته. أنا أذكر طلابه كانوا شوية متقدمين في العمر، وكانوا يأخذوا القرآن وعلوم الدين معه، التفسير والفقه حاجة كده يعني. لكن كانت خلوة برضو تخرجوا. وبعدين أنا أتذكر كلهم كانوا بيحملوا كتب كبيرة كمان في خرطاية كده يعني، ومن النوع الأبيض يعني، تلقاهم كده وعمائم ما شاء الله يعني. ومن هنا أنا أحيي آل سيدنا الحسين، وتحديدا أخونا مختار سيدنا الحسين، أحييك. ودي كانت خلوة سيدنا الحسين في مدينة أغرداد. كانت في خلوة ثانية برضو خلوة سيدنا محمد سيف، كانت بالقرب من المعهد الدين الإسلامي، بالقرب من بيت عمنا الشيباني الشهيد البطل رحمة الله عليه. فبرضو أعتقد كان من أصل يمني، وكتار من أخواننا من أصول يمنية وغير يمنية كان بيدرسوا في هذه الخلوة، خلوة سيدنا محمد سيف. وخلوة سيدنا عمر عميرة، هذه الخلوة كما حدثني الأخ العزيز الذي أعطاني هذه الخلوة، كانت داخل حوش عمنا حسن، برضو دي كانت خلوة تخرجوا منها ناس كتار، وللشهيد حسن رحمة الله عليه.
وخلوة الشيخ شمسان اللي هي بعدين بقت خلوة سيدنا عثمان. دي الخلاوة اللي قدرت أنا أجمعها من أتذكر جزء كبير أنا أتذكرته لأنه أنا من هذه المدينة، وجزء كبير أفادوني به ناس وأصدقاء. الآن من مدينة أغرداد خلونا نمشي لمدينة مندفرة، وأنا قاعد أجيب نماذج يعني أول قدرت أتحصل عليه. في مدينة مندفرة كانت من أشهر الخلاوة هناك خلوة الشيخ علي. علي مات، الشيخ علي فقع علي موس أو شيخ مزمل، لا، كان هو خلوة الشيخ علي. وكانت خلوة الشيخ أحمد تاليكي برضو، دي في مدينة مندفرة اللي هي على إقليم سراي. وخلوة شيخ ياسين طويل كان بيسموه كده، وخلوة الشيخ ياسين قصير. هم الياسينين الشيخين الجليلين، واحد فيهم كان طويل والثاني قصير يعني، فمميزينهم كده، شيخ ياسين طويل وشيخ ياسين قصير. وخلوة شيخ آدم وخلوة شيخ أحمد، دي من الخلاوة المشهورة في مدينة مندفرة. نأتي الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة إلى منطقة بدة، نمشي هناك إقليم جنوب البحر الأحمر. ونماذج تقريبا نحن حنغطي كل الأقاليم، يعني خلينا نقول الستة على التقسيم الاستعماري الجديد، أو على الأقل إقليم القاش بركة، إقليم بركة خلينا نقول، وإقليم سنحيد، وإقليم حماسين وسراي وأكولقزاي، ونمشي هناك شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. ففي منطقة بدة كما حدثني الإخوة خلوة شيخ حسن كيو، وخلوة سيدي، وكانت خلوة اسمها خلوة بوري جوار جزيرة دسة. وكان هناك معهد الدين الإسلامي بمكعنيلي، ومعهد طيعو، ومعهد عصب. وكانت هنالك كمية من الخلاوة كمان لأخواننا بيسموهم بنو هاشم، كان مشهورين بتأسيس الخلاوة وتعليم الناس القرآن الكريم. ومما أفادني به أحد الأصدقاء كذلك أنه كانت هنالك شيخة جليلة، وهي الشيخة حليمة مولا، إن شاء الله ربنا يتقبلها في جنات الخلد. هي معلمة الأجيال، المرحومة مولي حليمة أو حليمة مولا. لا شك أن تلك السيدة الفاضلة كانت من أبرز معلمي القرآن الكريم في عدي. كنا نتكلم عن بدة، لكن دي كانت في عدي، حيث درست القرآن الكريم وعلومه 50 عاما، وهي أيضا علمت الكثيرين أجيال وراء أجيال، الآباء والأبناء. والذي أفادني بهذه المعلومة هو خريج تلك المدرسة التعليمية الكبيرة، كان ذلك في عدي وبدة عند أهلنا العفر. ولما نجي لصنعفة، في صنعفة اللي هي منطقة أكولقزاي، يعني أنا أخذت منها نموذج. في صنعفة كان هنالك شيخ، أشهر خلوة في صنعفة هي خلوة الشيخ حل قربو. وحل قربو هذه تعني بلغة الساهو يعني ذو البطن الحليب، يعني بطنه كله حليب، بمعنى هو رمز إنه هذا الرجل يأتي منه الخير. يعني حل قربو بلغة الساهو تعني اللي بطنه كله حليب، يعني حليب. ودي كانت أشهر خلوة في صنعفة.
إذا مشينا لأفعبت هناك وكأننا ماشيين على الساحل، وأفعبت يعني منطقة ومدينة مشهورة بالقرآن وتعاليم الدين الحنيف، بتبرز خلوة عد معلم، أهلنا عد معلم، وخلوة شيخ صالح دقدقة، وأيضا خلوة الدركي. وفي كل منطقة يعني مسافة تمشي ما تعدي 2 كيلو ولا 3 كيلو بتلاقي خلوة هناك، حسب ما حدثوني زملائي وأصدقائي من أبناء الساحل. وخلوة الشيخ إسماعيل، وخلوة شيخ أبو القاسم، وخلوة شيخ محمود. هذه من أشهر الخلاوة اللي كانت موجودة في مدينة أفعبت. ونأتي إلى نقفة الشامخة. أشهر خلوة في منطقة نقفة هي خلوة شيخ حسين ود إزاز، أشهر الخلاوة. وخلوة الشيخ أبر، وخلوة شيخ أبرهم، اسمها كده ما إبراهيم، أبرهم في منطقة شعب كذلك. خلوة شيخ محمود وفي شعب دقة، وخلوة عد شيدلاي برضو في منطقة شعب. وفي قامشة وكانت اتجاه الساحل يعني برضو كان في خلاوة كثيرة. الذي نود أن نقوله عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن هذه الخلاوة لعبت الدور الكبير في تثبيت وتعرف الناس أول على القرآن الكريم باللغة العربية. كل هذه الخلاوة ما فيها ترجمة ولا في أي حاجة، ما في حاجة بتاع تعليم باللغة الأم والقرآن باللغة الأم والحاجات دي ما موجودة، كانوا يدرسوها باللغة العربية كما نزلت على نبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولأدلل على ذلك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، نحن من مواليد مدينة أسمر، وبحمد الله برضو ترعرعنا وكبرنا في مدينة أغردات، مدينة الثورة والكفاح والعلم. ولكن شهادة نقولها لوجه الله أنه نحن مش عرفنا اللغة العربية عشان نزلنا أغردات، داخل مدينة أسمرة وفي جزا برهان بالقرب من اندام حرشة، بالقرب من البيوت المشهورة يعني برهانو دانيا رحمة الله عليه وندا غسم الله. والمنطقة هذه والدتنا الله يرحمها ويحسن إليها والله ربطتنا باللغة العربية وقالتها لنا حرفيا: اتكلموا عربي لأن النبي عربي. والله رحمة الله عليها هذا قالت لنا ونحن أطفال: اتكلموا عربي لأن النبي عربي. هي جابتها من الآخر زي ما يقول المصريين يعني. ولم يكن لها ذلك كانت امرأة أمية يعني والحمد لله يعني، لكن شوف فهمها للغة العربية كان بعيد المدى كيف. يعني باختصار تقول لنا أنتم مسلمون وتكلموا اللغة العربية، فغرست فينا بذرة اللغة العربية ونحن أطفال. ثم جاء القرآن الكريم وجاءت الخلاوة والحمد لله له الحمد والشكر، نستطيع أن نتحدث بها ونكتب بها، وها نحن يعني نساهم بالقدر اليسير لنشر وتقوية هذه اللغة عبر هذه الشبكة المباركة، شبكة السلام الإعلامية. وفي القرآن وفي الخلاوة الناس ما كانوا يقيفوا على تعلم القرآن الكريم، حفظه وتسمع وتعرض وتمشي تمسح وتكتب، لكن كانت هنالك شحنات. منها مثلا القصيدة المشهورة بعقيدة العوام، وأنا مرة كنت بعمل مدخل للبرنامج منها. يعني أنت تتعرف وتتعلم التوحيد وتتعلم السيرة النبوية العطرة وتتعلم التاريخ الإسلامي، تتعرف الصحابة المبشرين بالجنة، الخلفاء الراشدين، زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني لو مسكنا عقيدة العوام التي أبدأ بسم الله والرحمن
وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باق مخالف للخلق بالإطلاق. صفات الله سبحانه، أسماء الله الحسنى. وهكذا تتعلم نحن كل يوميا. أبدأ يقول لك شيخ سيدنا خليل، أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم، أنغام وموسيقى جميلة فيها براءة، وفيها والله أكبر فرقة موسيقية لو وزعوها بالنوتة الموسيقية تطلع حاجة. وأي خلوة كان الشيخ برضو يعني يحفز الناس شيئا من ما يربطك بدينك، ما هو جزء من التعاليم الدينية. فأنت تخرج من الخلوة حافظ لكتاب الله ما تيسر لك، وفي الغالب الناس كانوا يعني يختموها ويرددوها كما قلت. وفي نفس الوقت برضه تتعلم أمور دينك من التوحيد والصفات والفقه والسيرة، أشياء كثيرة أنت تحفظها كده بعدين لما تخش المدارس وتخش هناك. احنا لما دخلنا المعهد الدين الإسلامي سنة واحدة في مدينة غرداد، كثير من العلوم هي راسخة كانت في الذهن، ما عليك إلا بس تربطها بالمنهج وهكذا وهنا تمشي. ثم يعني برضو من فضل تلك الخلاوة في القرآن الكريم للذين التحقوا بالجامعات بعد إذن وفي المعاهد، يعني برضو كون يعني حفظ القرآن كان يبقى لك سهل. ولذلك الناس الحافظين للقرآن اللي ختموا القرآن، الحفظ ده ما شيء آخر، لكن ختمت حفظا وسمعت على الشيخ، القرآن موجود في الكيبورد، موجود في الذاكرة، بس تظبطه 200 تقعد له بيجيك. لكن اللي ما قرأ القرآن والتحق بالجامعة أو قراه ساكت كده من الكتاب، أو قرأ له جزئين كده 3 أجزاء كده وبعدين دخل له المدارس، والله القرآن ده كان يتعبهم تعب. أما إذا دخل الامتحان الشفهي فحدث ولا حرج مع اللجنة، حتى يعني نحن ما في داعي نقول، لكن كانت مواقف كثيرة يعني. عموما فده واحدة من ميزة أنك التحقت بالقرآن الكريم وأنت مبكر وختمت ورددت، أو حتى لو ما رددت. وفي نفس الوقت برضو علاقتك باللغة بتكون باللغة العربية قواعدا ولغة على السليقة كده، فرسخت فيك دي فالفاعل والمفعول، بس انت فقط ينبهوك على انه الفاعل ده هو والاسم كده وبتاع. وبعدين والاجروميه دي كمان المعاهد دورة حنجيها بعدين. المعاهد دي كمان لانك انت عشان قريت القرآن الكريم، فلما تجي في متن الاجروميه يقول لك الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. الكلام ده ليش كيف حفظناه؟ لانك انت اصلا قريت القرآن، كل الحاجات دي موجوده، انت بس قاعد يرتبوها لك، لكن انت عرفت الاسم شنو والفعل شنو والهنا. وقسما بالله واذا كنت انت ربنا داير يفتح لك ابوابه، فانت في لحظه تعلمك للقرآن الكريم يعني وانت في الخلوه تتبين لك قدراتك وما الى ذلك. وانا داير احكي موقف بالنسبه لي يعني. فلما وصلت سوره ياسين وقفت التشكيل، فتحه وضمه وكسره وتنوين وكذا، وقفته. فجيت اعرض على سيدنا خليل، فسيدنا خليل قال لي يا احمد انت ما مشكل اللوح، ما انا مالي هناي. فبكل ثقه قلت له ممكن اقرا بدون تشكيل، انا ممكن استطيع ان اقرا بدون تشكيل. يعني من سوره ياسين تسيب التشكيل؟ يعني في واحدين ربما برضه سابوا التشكيل من اول هنا، انا بحكي عن تجربتي يعني، احتمال سابوه من سوره الناس ربما.
لكن عادة التشكيل ده يظل ملازمك لحد ما تختم. في برضه انت نازل كمان وانت تردد او طالع من هنا نازل ليه سورة برضه تشكل. فقال لي تقرا، تستطيع ان تقرا؟ قلت له نعم اقرا والله. يكون وكنا نتكلم بالعربي هكذا يعني مع سيدنا خليل ربنا يديه الصحه والعافيه. فقال لي اقرا، قريت. المهم كنت في سوره ياسين، وما انزلنا على قومه من بعده من جند ولا كنت في وضرب لنا مثلا ونسي خلق. المهم في سوره ياسين. فقريت، قريت بدون تشكيل. الظاهر قريت قرايه صح، انا صغير، لكن ما اذكره انه قال للشيخ بعد الان لا تشكل. فصدر الامر ما تشكل بعد الان، قال لي امشي غسل. قال لي والحمد لله، لله الحمد من قبل ومن بعد، انا من سوره ياسين ما شكلت القران الكريم. بس انقل ويمليني الشيخ واقراه القرايه الصحيحه يعني. هذه حكمه الله في خلقه. وفي ناس كمان لا كتبوا لا شكلوا، قعدوا كده تنزل القرآن عليهم. بس من في ناس برضو عميان أكفاء زي ما يقولوا الناس، مرات داير يقولوا أكفاء يقولوا أكفاء، في الحتة دي نقول أكفاء لأنه هم فاقدي البصر يعني، لكن يسمعون القرآن فيتدبرونه ويحفظونه على طول. ديل ما أحسن مننا بكثير كمان. وهكذا وللقرآن الكريم يعني مع كل واحد فتوحات وفتوحات وهكذا. إذن عزيزي المشاهد، ما نود أن نقوله إنه تلك الخلاوة التي ذكرنا جزءا يسيرا منها، والله يعني نستطيع أن نقول إذا كان عندنا 100 مدينة ففي كل مدينة كان ممكن أكثر من 20 ولا هكذا بتاع. نضرب الأرقام دي حنلاقي إرتريديا يمكن كان فيها أكثر من 1000 خلوة. كل هذه لعبت دور كبير في ترسيخ قواعد. وإلا كيف كان الناس يستمعون إلى الخطبة باللغة العربية ويتعلمون العالم يقعد ويديهم دروس، حتى الكبار وحتى الصغار. المساجد كلها شغالة باللغة العربية قبل أن تأتي هذه الترجمات. وأنا ما ضد الترجمة بالتجرينيا وبالتجرايت وبلغات لمزيد، لكن دي برضو فيها شيء من أشياء المبطنة لإبعاد الناس عن اللغة. أنا هكذا أفهمها يعني. ولا كيف يعني كيف تعلم آبائنا وأمهاتنا وهم ما كانوا يكتبوا يعني حقيقة يعني. كثير من جيلنا يعني آبائنا كانوا ما كانوا يعني جهلاء، لا كانوا أميين يعني، لكن كان عندهم من العلم والتقوى والإيمان والمعرفة بالدين والالتزام بدين الإسلام وتعاليمه أكثر من حاملي الشهادات. حدث ولا حرج. من أين ذلك؟ من مجالس العلم التي كانوا يجلسون إلى العلماء كالطلبة، وكثير منهم حفظ كثير من القرآن الكريم عن طريق السماع، الصلوات الجهرية. وسبحان الله لحكمة الله سبحانه وتعالى يعني جعل الفرائض الثلاث جهرية، وفرضين الإمام يقرأ سرا. وكثير من الناس تعلموا وحفظوا كثير من الآيات القرآنية من القرآن الكريم عن طريق السماع. وأنا سألت الوالد رحمة الله عليه ذات يوم، قلت له يا بابا أنت حفظت؟ كان الوالد رحمة الله عليه يحفظ كم هائل من القرآن الكريم. قلت له كيف أنت ما مشيت الخلاوة وكذا بتاع بونس معه يعني. الصحافة دي كانت معانا من زمان يعني. فقال لي من الصلوات الجهرية يا أحمد، قال لي الصلوات الجهرية. وعشان كده يقول لك إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه يعتاد المساجد لما يمشي الصلوات الجهرية سيحفظ من القرآن الكريم وسيحفظ من ما يقرأه الشيخ. وعشان كده كثير الليلة مثلا لو تقدم واحد إمام من منطقة وانت كنت ملازم لشيخ معين، والشيخ المعين دائما يقرأ سور معينة من قصار السور أو وسط أو ما، لتعرف انه هذا الرجل كان يرتاد المسجد
على ويصلي خلف الإمام الفلاني كثير، يعني كثير هذه عند الناس موجودة. فقال لي الوالد رحمة الله عليه: من الصلوات الجهرية، الصبح والمغرب والعشاء. وأرجع فأقول إن تلك الخلاوة كانت تعلم الناس أمور دينهم وهكذا. وزي ما قلت برضو تتعلم الأدب وتتعلم الاحترام. لا يمكن أن تتطاول على واحد قبلك أنت إذا في سورة النساء في آل عمران ده بتشوفه أستاذك يعني، وهكذا. حتى أنت اللي بتسمع، أنت اللي ناي الشيخ يستفيد من الناس الفوق، يعني البقرة وآل عمران والنساء وهكذا. فتعلمك الأدب، أن تتعلم وتتدرج المسألة. شيخك هو الشيخ والأكبر منك والأقدم منك في قدامك في السورة وهكذا. فالخلاوة هذه علمت الناس حاجات كثيرة يعني بأمانة يعني. وهكذا عزيزي المشاهد. طيب بعد 91 كيف إلى أين آلت الأمور؟ أنا بقول وحدي من الحاجات، يعني أنا ما داير أبرر ساحة الاستعمارات الأولى دي، لكن هذا المستعمر يعني قضى على آخر ما تبقى من تلك الخلاوة ليجفف منابع اللغة العربية، وأول الخلاوة بتاعة القرآن الكريم، فشمر عن ساعديه الآثمتين، وخرج من خرج، وسجن من سجن. اليوم لو دايرين نعمل إحصاء عن الخلاوة الموجودة داخل إريتريا، يعني حاجة مؤسفة جدا جدا. ما عندناش أرقام، لكن نستطيع أن نقول أسمر التي خرجنا منها ما كان فيها خلاوة كثيرة مع الأسف الشديد. المدن التي زرناها ما فيها. وهكذا تراجعت مكانة اللغة العربية عن قصد من هذا المستعمر الحاكم 30 سنة ليحارب اللغة العربية، وهو حرب للدين الإسلامي، حرب لثقافة المجتمع، حرب لجزء لا يتجزأ من كينونته وشخصيته الوطنية والدينية. وأنا حختم مثال واقع، يعني حأحكي قصة مؤسفة والعهدة على الراوي. واحد من مجموعة الجي 15 اللي بيسموها مجموعة 15، أنا ما داير أتكلم في الجانب السياسي وكده بتاع، لكن هذا الرجل الذي قال هذه العبارة هو من مجموعة ال15. أنا أتحفظ عن ذكر اسمه، إذا حي ربنا يفك أسره أيا كان، وإذا توفي رحمة الله عليه. فالرواية التي وصلتنا عشان نوري صورة إنه كيف استهدف هذا المستعمر هذه الخلاوة والشيوخ وهذه اللغة العربية، وهو يستهدف فيما يستهدف. فمجموعة مشت لذاك الوزير يستسمحوه أن يعطوا الشيوخ الذين يعلمون القرآن الكريم، يعطوهم فرصة إنه ما يمشوش ساوى للتدريب العسكري، أسوة بالذين يعملون في تعليم الكتاب المقدس لإخواننا المسيحيين في إريتريا. بمعنى كانوا عدد من الشباب ربنا وفقهم أن يعلموا الأطفال القرآن الكريم، مش خلاوة بتلك المسائل أو بتلك الشكليات القديمة التي كانت، لكن تلقى في كل مسجد ممكن نفرين متبرعين يعلموا الأطفال في المساء في الصباح كذا، تحفظهم شيئا من القرآن الكريم، فنسميها خلوة. وهناك برضو الإخوة المسيحيين الدياقونات وكذا اللي بيسموهم، لسه ما وصلوا المرتبة بتاعت القس وكذا بتاع، برضو يعلموا الناس أمور دينهم المسيحية. فالظاهر الإخوة اللجنة اللي مشت للسيد الوزير يعني وصلهم إنه تم استثناء أولئك الذين يعلمون الكتاب المقدس من شباب، هم برضو شباب مفروض كان ينزلوا سوا،
فاستثنوهم، يعني تمشي الدفعة البعدية وهكذا بتاع. المهم ما مشوا وكان يعلم. فالجماعة ديل مسلمين مشوا للوزير كلجنة، قالوا لهم يا أخي شنو ايش الامر اللي جيتوا من اجله؟ قال لهم، قالوا لي والله نحن جينا عشان انه عندنا شباب بيدرسوا ابنائنا القرآن الكريم في المساجد في المراكز حاجة كده، فدايرينكم تستثنوهم لنا او تاجلوا لهم الامر بتاعت جاتهم اوامر يعني انه فلان الفلان من الاداره بتاعت القبله حقه تجيك الورقه يعني. فقال لهم ليه يعني؟ قال لهم يا اخي اسوه باخواننا المسيحيين الحكومه سمحت لهم انه يقعدوا عشان هم قاعد يدرسوا يعني. فقال لهم يعني عشان نستثنيهم ليه؟ شنو؟ قال لهم زي اخواننا ديك. قال لهم عشان يعملوا شنو؟ عشان يقروا القرآن الكريم. والله العظيم العهد على الراغب. قال لهم انتوا دائما قرآن اندابلكم دحريت تمليسكم. قال لهم يعني انتوا الترجمة شنو والعياذ بالله؟ دائما تتمسكوا لنا بالقرآن، وقرآن تقولوا وظللتم متخلفين، الناس تمشي اللي قدام وانتم متخلفين. امشوا. قال لهم يا اخي ما تقول لنا قرآن ولا جن عفريت زي ما قالوها علينا كده، خليهم يمشوا. قال لهم يمشوا. قال لهم ما في حاجه اسمها قرآن. سبحان الله. ده انا قاعد اجيبه نموذج، وهو رجل وزير، خلينا نقول وزير في مجموعه ال15، قال لهم امشوا بلا تخلف بلا هناي معاكم، خليهم يمشوا. طبعا الناس يعني يحسبوا طلعوا يقولون حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا ما تقدر، ما قادروا يقولوا حاجه ولا يستطيعوا ان يقولوا شيء. وهذا الرجل المشاليه هو مسلم يعني. عفوا مسلم نقولها كمان، دي جزء من الامانه يعني، لكنها تحفظ عن اسمه. فنسال الله ان يسامحه على تلك ان كان حيا، وربنا يفك اسره، واذا انتقل برضه ربنا يسامحه ان شاء الله ويدخل الجنه مع الابرار جل من لا يخطئ يعني. ولذلك ده نموذج انه كيف المجموعه هذه استهدفت القرآن الكريم، استهدفت اللغة العربية، وجهت سهام ونبال للقضاء على هذه اللغة العربية. احنا مسكناه في جزئية وسنأتي بالشواهد في الحلقات المقبلات إن شاء الله، لندلل على أن القرآن الكريم، خلاوة القرآن الكريم لعبت دورا كبيرا. هذا الشيطان تبين له أنه لتجفيف منابع اللغة العربية ودعمها وكذا لتنفيذ سياسته لا بد أن يقضي على، ولكن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره وحافظ لكتابه، كما قال في كتابه العزيز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورغم ذاك يعني حفاظ كتاب الله من الإريتريين أينما ذهبت، المملكة العربية السعودية فيها أئمة وخطباء، السودان حدث ولا حرج، وجزءا من استهداف الشرق هو لمثل هذا يعمل المتآمرون ليقضوا على، يلاحقون يعني ما دار خدتها كلها، لكن لو دخلت إلى العمق فتراها في بعدها الديني وبعدها الثقافي. يستهدفون أولئك الذين فروا بجلدتهم وفروا لأمانهم، لكنهم قرطوا في كتاب الله عدد هائل. مساجد الخرطوم حدث ولا حرج، أئمة ومؤذنين وحفاظ ودعاء وخطباء. فالله سبحانه وتعالى كتابه باق، ولذلك يعني يمكن في الحلقة القادمة إن شاء الله، في الحلقة 8 سأتحدث بإذن الله عن ما هو دورنا نحن كأسر وأفراد لربط أبناءنا وبناتنا بكتاب الله أينما وجدنا، سواء كان عزيز المشاهد أنت الموجود في الداخل في
الأرض المحتلة، وأنا بقول هكذا، أو كنت خارج إريتريا في معسكرات اللجوء، في البلاد المستقرة، أوروبا، أمريكا، أستراليا، وبلاد الله الواسعة، بلاد الله الواسعة، وفي الشرق الأوسط، أربط، لا تكن كالمتآمر على اللغة والقاضي عليها وأنت لا تدري، تمارس نفس السياسة وتترك أبنائك بلا قرآن وبلا تعهد وبلا دفع لتعلم هذه اللغة العربية. يا اربطهم بالقرآن، بس ربطتهم بالقرآن حتربطهم باللغة العربية، وفي ربطك بالقرآن باللغة العربية ستكون تحافظت على أبنائك وحافظت على دينك وحافظت على لغتك. والحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا جميعا، ولكم أعزائي المشاهدين حسنات المشاهدة والمتابعة. إذا شوية كمان فكيتوا لنا آراءكم النيرة، يعني دي نقصد بها الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت برضو انتقدونا، قولوا رأيكم، ساهموا، لأن العملية الإعلامية كما تحدثت في واحدة من الحلقات لا تذهب من خلال المرسل فقط، أنت كمتلقي أنت مرسل، فأعطينا رأيك، وجهنا إلى ما فيه الخير. هذا وبالله التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا ويعفو عنا إن أخطأنا في شيء، فإن ذلك من الشيطان، وإن أصبنا فبتوفيق من عنده. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على هذه النعمة، ونسأل الله أن يديم بيننا وبينكم النعمة والإيمان. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي محدثكم أحمد شريف من شبكة سلام الإعلامية مع فريق العمل الفني والإداري. تحياتنا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.